بداية مجنونة وممتعة لدوري أبطال أوروبا. بنشوف ماتشات نهائيات في المباريات الافتتاحية، ليفربول وميلان، انتر وسيتي، وبايرن ميونخ بيعمل رقم قياسي جديد في أول ماتش ليه في دوري أبطال أوروبا. هنتكلم في كل ده، بس ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. ونبتدي مع اول ماتش في البطوله بين يانج بويز واستون فيلا. استون فيلا الانجليزي بيكسب 3-0. الدقيقه 27 بيسجل تيليمانس الجول الاول من تسديده جميله. الدقيقه 38 جاكوب رمزي بيسجل الهدف الثاني من غلطه غريبه جدا وعجيبه من حارس المرمى. وفي الدقيقه 86 امادو اونانا بيسجل جول من شوطه من على بعد 25 متر. وبتنتهي المباراه بثلاثيه قضت على احلام يانج بويز. وندخل على الماتش الثاني اللي كان بين يوفنتوس وايندهوفن، اللي قدر يوفنتوس يحقق فيه نتيجه 3-1. في الدقيقة 21 بيسجل يوفنتوس الهدف الأول عن طريق يلدز، هدف R2 في المكان الذي يسكن فيه الشيطان. الدقيقة 27 بيسجل يوفنتوس الهدف الثاني عن طريق ماكين بعد مجهود كبير جدا من اللاعب جونزاليس. في الدقيقة 52 بيسجل جونزاليس نفسه الجول الثالث ليوفنتوس. وفي الدقيقة 93 بيسجل ايندهوفن الهدف الأول ليه عن طريق المغربي اسماعيل سباري. وبتنتهي المباراة 3-1 ليوفنتوس. ونروح بقى للسان سيرو، ماتش من ريحة النهائيات العظيمة، ليفربول واي سي ميلان. وبيبتدي الماتش سخن جدا من الدقيقه الاولى. اي سي ميلان مركز جدا على الهجمات المرتده، راح بهجمه خطيره جدا اتعملت بالعرض، فان دايك بيطلعها لكن الحكم بيحسبها اوفسايد. لكن ميلان بيكمل وبيضرب دفاع ليفربول في هجمه مرتده في الدقيقه 3 وبيسجل منها بولوزيتش الجول الاول للميلان. ومع البدايه دي باين جدا ان الماتش مش هيبقى سهل على ليفربول اللي لسه جاي من هزيمه في الدوري قدام نوتنجهام فورست. بس ليفربول من بعد الجول ومن بدايه الدقيقه 5 وهو قدر يتحكم في رتم الماتش. ليفربول بيقول انا مش هسيب نفسي لهزيمه تانية في بدايه مشواري في دوري الابطال. وفعلا بيبدا ليفربول يتحكم في رتم الماتش وبيمسك كوره وبيحاول يروح بهجمات. وبعد 5 دقائق من تسجيل الجول الاول للميلان، ليفربول بيقدر يجمع اداؤه تاني وبيثبت اداؤه على ارض الملعب، بيتحرك بحريه، محمد صلاح بيحط كوره في العارضه والاداء بيتحسن. سلم للهجمات من ليفربول، سوبوسلاي بيحاول، جاكبو بيحاول، كله اداؤه اتحسن جدا. اي سي ميلان بعد ما سجل رجع لورا اضطراريا لان ليفربول بقى ضغطه. وبنوصل للدقيقه 20 ضربه ثابته من ناحيه الشمال واقف عليها ارنولد اللي بيرفعها جميله جدا في ال6 يارد على دماغ ابراهيم كوناتيه اللي بيسجل الجول الاول من ضربه ثابته. وبنوصل للدقيقه 41 محمد صلاح بيوصل بكوره وبيرقص المدافع وبيشوط في الضيقه، لكن الحارس بيطلعها ضربه ركنيه. بينفذ الركنيه سيميكاس اللي بيرفعها على دماغ فان دايك اللي بيطلع لوحده من الدور الثالث يسجل الجول. وبينتهي الشوط الاولاني 2-1 لليفربول، ودي نتيجه عكس اللي احنا شفناه في بدايه المباراه. ونروح للشوط الثاني اللي ليفربول فضل مكمل في ادائه وضغطه على فريق الميلان، وفعلا بيوصل في الدقيقه 67 ان هو يسجل الهدف الثالث عن طريق سوبوسلاي اللي عملها له جاكبو في هجمه مرتده جميله. وبتنتهي المباراه بفوز ليفربول 3-1 على اي سي ميلان. وفي ماتش بين سبورتنج لشبونه وليل قدر سبورتنج لشبونه ان هو يكسب 2-0. سبورتنج لشبونه بيتقدم في الدقيقه 38. الجول الثاني لسبورتنج لشبونه بشوطه من 35 متر دانا من لعيب اسمه ديباس. شوطه انا من كتر حلاوتها شفتها 20 مره وهتعجبك انا عارف. وبتنتهي المباراه بفوز سبورتنج لشبونه على ليل 2-0. وفي النظام الجديد بيتحقق رقم قياسي جديد. مين صاحب الارقام القياسيه؟ بايرن ميونخ. ماتش بين بايرن ميونخ ودينامو زغرب. بايرن بيبدا بدايته العاديه جدا واللي احنا متعودين عليها. الدقيقه 19 بيسجل هاري كين من ضربه جزاء. الدقيقه 33 تسديده جميله جدا من جيريرو. وفي الدقيقه 38 بيسجل اولوسيه الجول الثالث لبايرن. وفي العادي انت بتشوف ان 3-0 يعني الماتش انتهى، لكن في الشوط الثاني ما خفي كان اعظم. وبيبتدي الشوط الثاني ودينامو زغرب بيعمل اكبر غلطه في حياته، بيسجل جول في الدقيقه 48 والجول الثاني في الدقيقه 50. لعيبه بايرن ميونخ بتقول لك ان العيال دي قلت ادبها جامد ولازم كله يتحاسب. ومن ساعتها وعينك ما تشوف الا النور. الدقيقه 57 هاري كين، الدقيقه 61 اوليسيه، الدقيقه 72 هاري كين، الدقيقه 78 هاري كين، الدقيقه 85 سانيه، الدقيقه 92 جوريتسكا. ده كان ناقص المدرب كمان ينزل يجيب جول. وبتنتهي المباراه بين بايرن ميونخ ودينامو زغرب اللي اتعاقب جامد جدا بنتيجه تاريخيه ورقم قياسي 9-2. ونروح لزعيم اوروبا ريال مدريد اللي بيلاعب شتوتجارت في البرنابيو. وريال مدريد اليومين دول مش بيعيش افضل ايامه. ريال مدريد في الشوط الاولاني بيتعمل عليه سيل هجمات، ضغط عليه من كل النواحي. نجم الشوط الاول تيبو كورتوا، وطبعا احنا عارفين تيبو كورتوا مش لوحده، تيبو كورتوا والعارضه والقايم ده سيستم شغال معانا بقاله فتره. ده حتى الماتش
ده انت المفروض راجع لك تشاوميني وبلينجهام، والاثنين المفروض ياثروا في ادائك في نص الملعب، ولكن ده ما حصلش. والشوط الاولاني كويس جدا ان هو انتهى 0-0. وبيبتدي الشوط الثاني اللي بتلاقي وجه مغاير جدا لريال مدريد، واللي على المستوى الهجومي مرعب، على مستوى الاشخاص فينيسيوس، رودريجو، امبابي، بلينجهام، اشخاص تطلع اداء وافكار في الملعب انت ما تتوقعهاش. وفعلا في الثانيه 22 من الشوط الثاني رودريجو بيروح بكوره من ناحيه اليمين بيعملها باص بالعرض لمبابي، بيسجل الجول الاول لريال مدريد. ولكن عشان اداء ريال مدريد السنه دي مش مقنع خالص دفاعيا، بيفضل شتوتجارت يحاول ان هو يسجل في ريال مدريد. وفعلا في الدقيقه 68 من عن طريق ضربه ركنيه بتترفع على عكسيه وبتترد، اللعيب بيطلع بدماغه لوحده يسجل التعادل. بقت النتيجه 1-1، وريال مدريد مش اقوى حاجه على ارض الملعب، بس عشان هو عنده حاجه اسمها شخصيه البطل بقالنا 10 سنين عايشين فيها، بيعرف يرجع في اي وقت. روديجير في الدقيقه 83 بيسجل الجول الثاني من ضربه ركنيه، وفي الدقيقه 95 بيسجل البديل اندريك الهدف الثالث لريال مدريد. الواد واخد قرار غريب ومحدش فاهمه، كان على يمينه فينيسيوس وعلى شماله مبابي، وراح شايط كوره من على بعد 25 متر، وحظه الحلو انها دخل، لانها لو ما كانتش دخلت كانت كل الناس هتلومه، انت ازاي تاخد القرار ده والاثنين دول على يمينك وعلى شمالك. ويمكن هتشوف ده في ردة فعل مبابي على الجول. مبابي كان مستغرب جدا، انت ازاي ما تباصليش او تباصي لفينيسيوس. وبتنتهي المباراه 3-1 لريال مدريد في فوز مهم في بدايه البطوله. ونروح لوصيف البطوله اللي فاتت، بروسيا دورتموند اللي كان بيلاعب كلوب بروج. بروسيا دورتموند السنه دي مستواه مش افضل حاجه، ومش هو اللي وصل نهائي البطوله اللي فاتت. اللي بيقدر يسجل في الدقيقه 76 والدقيقه 86 عن طريق البديل جيتنس، وفي الدقيقه 95 بيسجل الهدف الثالث من ضربه جزاء عن طريق سيرو جراسي. وبتنتهي المباراه بفوز دورتموند 3-0. الماتش اللي بعده باريس وجيرونا. الماتش بادئ هادي جدا، لكن باريس كان احسن شويه، لكن مفيش اي فرص في الشوط الاولاني. دخلنا على الشوط الثاني وعثمان ديمبلي بيحاول يعمل كل حاجه في الكوره، بس الحاجه الوحيده اللي ما عملهاش انه يجيب جول. وعلشان بعد كل ضياع عثمان ديمبلي وكل الفرص اللي هو راح بيها وما عرفش يسجلها جول، في الدقيقه 90 نونو مينديز بيعدي من ناحيه الشمال وبيعمل عرضيه ضعيفه جدا 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 على الارض. حارس جيرونا بيحاول يمسك الكوره، بتعدي ما بين ايده وبتدخل جول، وهو ده الجول اللي بيكسب بيه باريس سان جيرمان الماتش. ونروح لنهائي البطوله السنه اللي قبل اللي فاتت اللي كان بين السيتي وانتر. السنه دي بيبداوا في اول ماتش في البطوله ما بينهم وبين بعض. انزاجي عمل كل حاجه بيكرهها بيب جوارديولا، بيضغط عليه ضغط عالي وجوارديولا مش عارف يحضر لعب، بيستحوذ على الملعب، وجوارديولا دي اكتر حاجه بيكرهها في الكوره في حياته، ان فريق يستحوذ عليه. انزاجي عمل كل حاجه في الماتش الا ان فريقه يسجل اهداف، والسيتي في الماتش ده كان من اقل ماتشاته السنه دي، وبالاخص هالاند اللي ما كانش في مستواه في الماتش ده. فريق السيتي احنا متعودين ان هو بيعمل كم فرص كبير في الماتشات، لكن في الماتش ده ما قدرش يعمل اللي هو عايزه، لان انزاجي والانتر كانوا واخدين كل اللي بيعمله سيتي وهم اللي بينفذوه. وبيخلص الماتش هنا 0-0، واحنا ما كناش متوقعين ان الماتش يخلص بالاداء ده وبالنتيجه دي. ونروح للماتش اللي بعده اللي بين باير ليفركوزن وفاينورد. باير ليفركوزن خلص الماتش ده في الشوط الاولاني، سجل فيرتز الجول الاول في الدقيقه 5، والجول الثاني جريمالدو في الدقيقه 30، ورجع فيرتز سجل الجول الثالث في الدقيقه 36. وفريق فاينورد كان كريم جدا ان هو سجل الجول الرابع في نفسه، والشوط الاولاني خلص 4-0 والماتش خلص 4-0. اتلانتا وارسنال. الماتشات الاوروبيه على ملعب اتلانتا بتبقى صعبه جدا، وده خلينا نرجع لماتش ليفربول السنه اللي فاتت اللي اتلانتا قدر يكسبه 3-0. السنه دي ارسنال رايح لاتلانتا على ملعبه، وفعلا اتلانتا بيعمل عليه ماتش كبير. اي نعم ارسنال السنه دي احسن من كل السنين اللي فاتت وبيشارك بشكل جديد، لكن اتلانتا فريق بيعرف يستحوذ على الكوره، بيعرف يعمل ضغط عالي، وبيعرف يعمل ماركه على كل لعيب. انت على ملعب اتلانتا ما بتقدرش تباصي كوره وانت مستريح. يمكن كانت الفرصه الاولى لارسنال فاول على منطقه الجزاء بيشوطها ساكا على الارض، لكن الجون بيشيلها وبتعدي من غير اي خطوره بعديها. الشوط الاولاني خلص 0-0، ودخلنا على الشوط الثاني وقدر اتلانتا ان هو ياخد ضربه جزاء في الدقيقه 48. ضربه الجزاء بتتنفذ وديفيد رايا بيصدها، وبيتعمل على الكوره دي متابعه وديفيد رايا بيصدها تاني. واحنا كلنا عارفين ان مفيش فريق كبير من غير ما يكون عنده حارس عملاق زي رايا. رايا عمل تصدي اعجازي، وانت لما تشوفه هتحس ان التصدي مش طبيعي، ان الراجل يعمل ردة فعل في جزء من الثانيه ويصد الكره الثانيه، دي حاجه صعبه جدا. وبتنتهي المباراه بنتيجه 0-0، وانا شايفها نتيجه كويسه لارسنال. ونروح لماتش اتلتيكو مدريد ولايبزيج الالماني. لايبزيج بيقدر يتقدم على اتلتيكو مدريد في الدقيقه 4،
وبيقدر يرجع اتلتيكو مدريد في الدقيقه 28 عن طريق جريزمان، وبيكمل وقت المباراه والماتش بيمشي، واحنا كنا افتكرنا ان خلاص الماتش بيخلص، لكن في الدقيقه 90 اتلتيكو مدريد بيقدر يسجل الجون الثاني عن طريق خيمينيز، وبيقدر ينهي المباراه بفوز 2-1. ونروح لاخر ماتش معانا، برشلونه وموناكو. في اول 10 دقائق تير شتيجن بياخد قرار غريب لا يغتفر بصراحه، بيباصي كره قصيره لايريك جارسيا اللي بتتقطع منه على حدود ال 18، فبيقرر ايريك جارسيا انه يعمل فاول وياخد كارت احمر. ونتيجه النقص العددي ده بيقدر موناكو يسجل الجول الاول في الدقيقه 16. بعديها بوقت قصير وبنوصل للدقيقه 28 وبيقدر برشلونه يسجل الجول الاول عن طريق الموهبه الفذه لامين يامال، وبيخلص الشوط الاولاني 1-1. وبنروح على الشوط الثاني اللي بسبب النقص العددي موناكو كان قادر ان هو يتحكم في الكوره، ومع الوقت لعيبه برشلونه قلت بدنيا جدا. في الدقيقه 71 بيروح 2 من موناكو على 1 من برشلونه، لان لعيبه برشلونه البدني بتاعها كان على الاخر، وبيوصل ان هو يسجل الجول الثاني لموناكو. وللصدفه الغريبه جدا ان تير شتيجن كان احسن لعيب في الماتش ده بعد الغلطه اللي عملها في اول الماتش. انا شايف ان برشلونه لو كان كمل الماتش 11 ضد 11 كان هيقدر يكسب، لكن النقص العددي اثر عليه جدا، وبتخلص المباراه بهزيمه برشلونه 2-1. وبكده اكون لخصت لك كل اللي حصل في الجوله الاولى من دوري الابطال بنظامه الجديد. وما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. وانا ديبو وده ما لعبتش كوره.